اهم حاجة في السباكة هي المثلثات اللي احنا شايفينها دي. السلام عليكم ورحمة الله. اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. زي ما عملنا لكم سلسلة بنشرح فيها كل بند من بنود التشطيبات بالتفصيل وتعلمنا فيها حاجات كتيرة قوي مع بعض. جه وقت التنفيذ. كل بند من بنود التشطيبات انا شرحته في السلسلة بتاعتنا اللي فاتت هيكون قصاده في الفيلا دي تطبيق عملي ليه وتنفيذ وازاي تستلم البند ده. فهنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن بنود التأسيسات وان احنا ازاي بنشتغل في اكتر من بند في نفس الوقت. فاحنا هنا بنشتغل في اول حاجة التعديلات المعمارية وتأسيس السباكة وتأسيس الكهرباء وتأسيس التكييفات. فدايما اول حاجة بنعملها هي التعديلات المعمارية على حسب الاحتياجات بتاعة كل واحد فينا وعلى حسب التصميم اللي بنعمله واللي دايما بنتكلم عليه. فاحنا هنا عندنا الفيلا دي زي ما احنا قلنا العميل كان اهم حاجة بالنسبة له ان هو عايز اوضة ماستر تبقى كبيرة، يبقى فيها مكان واسع وكبير جدا للدريسنج ومكان مستقل للسرير بتاع الاوضة وكمان يكون فيها حمام. فزي ما احنا شايفين كده ان ديت كانت غرفتين واحنا فتحناهم على بعض عشان ندي الأوضة وسع وتبقى كبيرة ومساحتها كويسة. فزي ما احنا شايفين الحيطة ديت فصلنا بيها الجزء بتاع الدريسنج عن الغرفة بتاعتنا وهي طبعا لسه ما اتكملتش لحد فوق. وبعد كده ده هنا هيبقى الجزء بتاع البلكونة وده هيكون مكان السرير. زي ما انتم شايفين كده التكسير اللي في الارض كان جزء حيطه هنا كده حوالين المطبخ، وبرده من احتياجات العميل ان هو كان عايز مطبخ امريكان مفتوح على الجزء بتاع القعده اللي هو الليفنج. فاحنا عملنا الجزء ده كله المطبخ بتاعنا. هيبدا من هنا كده المطبخ وبعد كده واحنا رايحين لحد الاخر، وهيبقى هنا جزء كمان ايلاند كده في النص بحيث ان هو يستخدمها ما تبقاش بعيده عن الليفنج. من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في السلسلة بتاعتنا توزيع المطبخ وتوزيع الاجهزة في المطبخ. زي ما احنا شايفين كده لازم نبقى محددين في الحيطة كل جهاز. فاحنا هنا عندنا البوتاجاز وهنا عندنا غسالة الاطباق عشان الحوض على شمالها، فلازم الغسالة بتاعت الاطباق على اليمين وهنا غسالة الهدوم. وفي حاجة مهمة جدا اتكلمنا برضو عليها في الفيديو بتاع التعديلات المعمارية ان احنا ما نكسرش في اي عنصر خرساني. ده عندنا هنا كده عمود كبير فما كانش ينفع ان احنا نعمل التأسيس بتاع السباكة ونكسر جوه العمود، فعملنا التأسيس بتاعنا بارز. وبعد كده في المباني او في التعديل ان احنا هنحط طوبة على سيفها بحيث ان هي تداري على المواسير دي. فبالتالي هيدينا من فوق كده فوق الوحدات السفلية هيدينا زي رف، وبعد كده هنعمل فيه اضاءة بليد هيدي شكل وشياكة للمطبخ بتاعنا. اهم حاجة في السباكة هي المثلثات اللي احنا شايفينها دي، والمثلثات دي بنسميها الشرب. والشرب ده بيكون عبارة عن ارتفاع الارضية بتاعتي وبناخدها على ارتفاع متر بعد ما بحط المواسير بتاعة السباكة او الكهرباء او بالمعنى الاصح الردم بتاعي. وده هنا كده الحمام بيكون واضح برضو من تأسيس السباكة، مكان البانيو مكان الحوض ومكان التويلت. وكده بنكون مجهزين الأرضية عشان تتعزل. ده بيبقى التجهيز بتاعنا في الأرضية عشان تتعزل، وبعد ما نعزل بنعمل الصرف. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. وأهم حاجة ان هو كان بسيط واتكلمنا فيه عن التعديلات المعمارية وبداية تجهيز الموقع بتاعنا لأعمال السباكة. في الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن تجهيزات الموقع لشغل الكهرباء والتكييفات وازاي نستلم السباكة من السباك. ولو في اي حاجة صورناها وما شرحناهاش فممكن تسألوني عليها في الكومنتات، لان احنا ممكن نكون نسينا نشرح كل حاجة. فلو عندك اي استفسار سيبه لنا في الكومنتات. اشوفكم على خير.